السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. وصفتنا لليوم وصفة الجماهير واللي هي العوامة. وصفتنا حلوة بحلاوة قلوبكم، وصفتنا سهلة وخفيفة وبسيطة وقريبة من إيدينا كلنا، وأغراضها موجودة في بيوتنا كلنا. الله يديم علينا وعليكم الخير. اليوم بدي منكم إن شاء الله تطبيقات، وكلكم تعملوا العوامة بالطعم الأصلي وبأقل التكاليف. شكرا لمتابعتكم، ويا ريت ما تنسوا تعملوا اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. في معانا هان معلقة صغيرة من الفانيلا، نص معلقة كبيرة من السكر، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، ونص معلقة كبيرة من الخميرة، ومعلقة كبيرة من الحليب. إذا هانا مش موجود عندك حليب باودر فيك تستغني عنه باللبن الرايب، ما في مشكلة، طعمه كتير رائع فيها. وعندنا معلقة كبيرة من النشا هنا هو اللي معطيني سر القرش للعوامة، وكوب من الطحين أو الدقيق، وكوب إلا ربع من الماء الفاتر أو الدافي. أنا حاطة هنا نص كوب من الماء وربع كوب، لأني حستخدمه على مرحلتين، حنشوف مع بعض كيف حنستخدمه. وعندنا رشة الملح هذه ضرورية. هلقيت أنا جبت هنا نص كوب الماء الدافئ، حأضيفه في البولة عندي، وحضيف عليه معلقة الخميرة، وحضيف عليه طبعا السكر، وحضيف عليه الفانيلا، وححركهم كلهم مع بعض بشكل دائري وبهداوة حتى يدوب عندي السكر والفانيلا والخميرة مع بعض. أنا هنا ليش حطيت السكر مع الخميرة؟ كل مرة حقولها في الحلويات عشان تشتغل عندي مفعول الخميرة. تمام، هيك حضلني أحرك بالهداوة وبشكل دائري. لما أشوفهم دابوا معايا كلهم راح أضيف عليهم المواد الجافة. خلينا نشوف مع بعض كيف بنحرك وكيف الخطوات بعد هيك. يا ريت في هذا الوقت كلنا نستغفر ربنا ونصلي على الرسول حتى نكون برضو كسبنا أجر مع بعض. تمام، هيك أنا هيني قاعدة بحرك فيهم. اللهم صلي على سيدنا محمد. الآن راح أجيب عندي منخل من السلك أو أي منخل موجود عندك فيك تستخدميه، اللي موجود عندك بسد، وحأنخل فيه كل المواد الجافة. حضيف الطحين، كوب الطحين، وحضيف البيكنج باودر، وحضيف الحليب الباودر، وحضيف النشا، وحضيف الملح. الملح أنا بدي أقول لك عنه شغلة، إنه أنت لازم تضيف الملح في كل حلوياتك لما تعمليها، لأنه بيعمل معادلة لحالات الشغلة اللي أنت بتعمليها. ضروري جدا في أي حاجة في الحلويات تضيف الملح. طبعا حنخلهم كلهم، مع اني انا منخلاهم، ديروا بالكم قبل ما اني انا احطهم بالكاسات وبالمعيارات، بس انا حنخلهم كمان مره لانه هذا بيساعد انه الهواء يدخل في مسامات الطحين والبيكنج باودر والمواد الجافه كلها عندي. حنخلهم وحضيفهم فوق الماء في البوله. حجيب هالقيت مضرب السلك وححركهم مع بعض بالهداوة وبرواقة. حتلاحظي عندي لمة العجينة كلها في مضرب السلك، ما تخافي وما تقلقي، ضلي مستمرة في التحريك. هي ونضف عندي الصحن، حتلاحظي معي الصحن نضف ولمت كل العجينة في ايش؟ في مضرب السلك. هنا ضروري انك تستخدمي مضرب السلك، ما بينفع تستخدمي مضرب الكهرب او المعلقة، لانه مضرب الكهرب ما حيمرق لي الهواء في مسامات العجينة وانا بشتغل فيها. اياكي اكبر غلط انك تستخدمي مضرب الكهرب. تمام، حضلني احرك هذه العجينه، حتنزل شوي شوي. هي اجتني المرحله الثانيه، حضيف فيها ربع الكوب الماء الدافئ اللي انا قلت لكم حضيفه على مرحلتين، وححرك برضو بالهدى، ححرك شويه شويه، ما تخافي منها ولا تقلق العجينه اللي مسكت في مضرب السلك، تقلقيش منها، حتنزل شويه شويه حتلاقيها نزلت معي. هيها شايفه نزلت، صارت في الصحن. هحرك بشكل مستمر. هي نزلت، انا باشرك واقول لك نزلت. ضلي حركه بالهدى، حركي بالهداوه، حتنزل كلها معك، ما تخافي. طبعا حنضلنا نحرك حتى ما يضل عندي تكتلات خالص في العجينه تبعتي. ضلي حركي لبين ما ينضف معاكي المضرب والتكتلات عندك تختفي خالص من البوله تبعتي. حضلنا حرك بشكل مستمر وبشكل سريع. شايفين هي نضف عندي المضرب السلك. استمري في الخفق، استمري في التحريك حتى تاخذي نتيجة رائعة. بتمنى انكم تجربوها وتدعوا لي. هنا قوامها عندي، قوامها كيف بدي اقول لك، زي السريلاك. شفتي كيف السريلاك مطاطي، يعني انك بترفعيها لا هي سائلة ولا هي ايش جامدة، قوامها مطاطي. تمام، هاي شايفين احلى قوامها. هذا هو القوام اللي انا بدي اياه. التزمي بالمعايير اللي اعطيتك اياها، المواد الجافة والماء، حتاخذي نتيجة رائعة. حضلني احرك فيه. تمام، هي انا زي ما فرجيتك القوام
شايفة كيف ما أحلى معايا. المضرب عندي نضف، العجينة قوامها مايل للزوجة، قوامها مطاطي كتير حلوة. هلقيت أنا حأسيبها ترتاح، حأترك، حشيل مضرب السلك على جنب، وراح أجيب طبعا النايلون. هيني أعطتني هذه قبل النايلون، أعطتني هذه النتيجة للعجينة، لا فيها تكتلات ولا هي مرقة ولا أي إشي. راح أجيب نايلون المطبخ وأغطي عجينتي فيه، تمام زي ما هو مبين معنا. هغطيها، وعشان عنا الجو بارد لازم إني أحتفظ فيها في مكان دافي. ما عندك مكان دافي حطي عليها فوطة مطبخ، تمام. حتركها لمدة هنا 2.5 ساعة، لأنه عندي الجو بارد. لو عندي الدنيا صيف أو الجو صيف ممكن أتركها لمدة ساعة، نص ساعة بيمشي معي الحال، لكن أنا عندي جو برد. هلقيت خلينا نشوف مع بعض مقادير القطر. قبل ما ابدا بالقطر بدي اقول لكم اني انا ضعفت كميه العجينه تاعت العوامه، يعني ما التزمت بالكميه نفسها، عملت كمان كميه. هنا في عندي عشان كميتي حطيت انا 4 أكواب من السكر، لكن انت لما بدك تعمليها على المقدار اللي عملت لك اياه حتحطي كوبين من السكر بكوب من الماء. انا عشان ضعفت الكميه ححط ال4 كاسات السكر على كوبين من الماء وشرحه ليمون ومعلقه ماء ورد، تمام. هيك الحين حجيب عندي في الوعاء على النار، ححط السكر، ال4 كاسات السكر، وححط كاستين المية، وححط شرحة الليمون وعصرة ليمون بسيطة، وحخليهم على النار. هنا حتى القطر ما يسكر معك بدك تضلي، لانه كتير بشكو من تسكير القطر. حتى ما يسكر معك لازم انك تضلي تحركي فيه لبال ما يغلي. لما يغلي معاكي القطر بتهدي عليه النار، بتضيفي ماء الورد وبتهدي عليه النار وبتتركيه لمدة 10 دقايق. وصفتنا كتير حلوة وكتير سهلة، معيكي انها انضف من برا، وخصوصا في الوضع اللي احنا فيه. ربنا يرفع عنا الوباء والبلاء يا رب العالمين، تمام. يبقى انا حطيت هنا للمقدار اللي انا قلت لك عليه حتحطي كاستين سكر مع كاسة ماء. فهنا انا القطر بدي اياه تقيل، لازم قطر العوامة يكون كثيف جدا جدا. لو بدك اياه خفيف ممكن انك تعملي كاسة سكر بكاسة مية، هذا اشي بيرجع لك، بس احنا بدنا نعمل الوصفة على اصولها، كاستين سكر بكاسة المية. انا هان عشان ضعفت كمية عجينة العوامة حطيت 4 كاسات سكر مع كاستين المية، تمام. هيك يبقى انا لما قلت لك حطي كاستين السكر مع كاسة المية اعطيتك مقدار بالضبط للعجينة، مقدار قطر للعجينة بالضبط، حتى ما يزيد عندك وينكب او ما يخس عليكي وتقلقي. ضل استمري في التحريك هنا زي ما هو موضح معنا في الشكل حتى ما يسكر مع القطر. يا ريت ما حدا يشكي من تسكير القطر، تسكير القطر مش مشكلة عندي هذا. الحين عندي العجينة بعد مرور 2.5 ساعة عليها، عندي خمرة حرفع عنها النايلون تبع المطبخ، وحفرجيكم شايفين كيف فقاعات الهواء هاي اللي فيها. هذه الفقاعات هذه دليل على انها خمرت وارتفعت وارتاحت في 2.5 ساعة وانبسطت وهيصت. هحركها حطلع الهواء منها، تمام. انا ما بدي هذا الهواء يكون فيها، حتى عجينتي لما اقليها ما تطلع معي معجنة، بدي اياها من جوا مش معجنة ومن برا مقرقشة فيها قرمشة. هحركها كتير منيح بهداوة لمدة دقيقة اللي أطلع منها الهواء كله. هل لقيت انتي ممكن انه اذا في عندك كيس من اكياس الكريمة بتستخدميه بمشي، عين ما عندكيش كيس من اكياس الكريمة بتجيبي كيس من اكياس التفريز العادية البيضة زي ما هو عندي مبين الشفاف، وحضيف فيه العجينة. بتعرفي تمسك الكيس هيك ضفتيه، ما عرفتي تتحكمي بالكيس وبالعجينة وما في حدا يمسك عقبالك، بتجيبي كوب زي ما انا عاملة كوب وحتحطي فيه الكيس، تلبسي الكيس في الكوب عفوا، وحتضيفي فيه العجينة. أنا ما حضيفها كلها لأنها كتيرة، حضيف نص الكمية، تمام. هيني بحرك فيها حضيف نص الكمية في الكيس النايلون اللي عندي اللي حشتغل فيها. لقيت حفرجيكم كيف بنشتغل فيه مع بعض. حضيف هنا عجينة العوامة عندي، حستكفي بالقدر هذا بكفي بركة، تمام. حتى أعرف أتحكم فيه وأنا بقلي، لأنه ما في حدا بيشتغل معي، حشتغل لوحدي فبدي أتحكم فيه. حمسكه وحلفه كتير منيح، ضروري إني ألفه منيح حتى ما العجينة تطلع فوق على إيدي. حقصه هنا بالمقص، أنت بتتحكم بالفتحة، بدك إياها الحبة كبيرة، حبة العوامة كبيرة، بدك إياها صغيرة حسب ما أنت بدك. بنجيب مقص بنبله بالزيت اللي أنا حمياه على الغاز. هنا الزيت عندي غزير، الزيت حامي أولها، بعد هيك بهدي النار على الآخر، تمام. وبقص
ببله بالزيت وبرجع بقص، بحطه في الزيت وبرجع بقص حسب ما انت بدك. ممكن تستغني عن المقص وتعملي بايش؟ بايدك، هذا اشي بيرجع لك زي ما انت بترتاحي بتعملي، ممكن بالمقص ممكن بايدك حسب ما بدك. شايفه انا كيف بحطه بالزيت وبرجع بقص تاني حتى العجينه ما تلزق بالمقص معايا. هي على طول احمرت مع انه النار عندي هاديه، ايدك على طول معاها. شايفين دوبك اخذت شويه حمار بسيطه. حقليها انا على وجهين هنا، هي اول وجه دوبك حطلعها على بياض، هي الوجه الاول شلته على جنب. حرجع تاني مع بعض معكم اعمل كمان مرة بالمقص. ممكن تستغني عن المقص وتبلي اطراف اصابعك بالزيت، بالسبابة والابهام بتبليهم شوية زيت وبتصيري تفصلي العجينة عن الكيس. لقيت انا حوضح لكم اياها وحبين لكم اياها. هي انا بايدي هنا، ارتحتي بالمقص هيك ارتحتي، ما ارتحتيش بالمقص بتعملي هيك بايدك بتفصليها من الكيس حسب ما انتي بترتاحي. هذا اشي بيرجع لك. ويا ريت ما بدنا العوامة تكون معنا اشكال، اشي صواريخ واشي مش عارفه ايش. هذا الطريقة بتخليكي تلتزمي بالعوامة كلها بنفس الشكل وبشكل دائري تكون معاكي. تمام، هيك بتطلع معي العوامة بشكل رائع وأنظف من ما إني أمسك العجينة بإيدي وأشتغل وأشيل وأحط وإيدي التنتين يكون فيهم عجينة وأقلب وأطلع في نفس الوقت وما في حدا يساعدني. هذه أفضل طريقة إلك للعوامة. وما تخافي، ما حتفرقع العوامة في وجهك، وما في داعي تلبسي قفازات في البيت، وما في داعي تغطي وجهك إنها تطرطش على وجهك. هنا هي العوامة بعد ما قليتها كلها الوجه الأول، طبعا أنا طلعتها على بياض بس هذا أول وجه. لقيت حترك الزيت يبرد وحترك العوامة كمان تبرد شوية. في الوقت اللي العوامة عندي هنا بتبرد والزيت بارد، حخلي الزيت بارد وأولع عليه شوية بسيطة مش كتير، وحقلي الوجه التاني. شايفين عندي الزيت بارد. ليش أنا بدي أخلي الزيت بارد والنار هادية جدا؟ حتى يعطيني القرشة. حضيف تمام هيك، أنا حضيف هنا العوامة وأقليها على الوجه التاني. تمام هيك، انا هيني قاعده بقلي في الوجه الثاني، وطول ما انا واقفه عند العوامه وايدي معها بضلني احرك فيها وانزل واقلب واشقلب فيها حتى تعطيني الوجه اللي انا بدي اياه. تحميرها يكون وسط، لون ذهبي غامق شويه بسيطه. حضلني اقلب فيها في الزيت باستمرار، التقليب مستمر حتى تعطيني جميع اجزاء حبة العوامة كلها محمرة بنفس المستوى. ما بدي وجهي يكون محمر والوجه الثاني لا، واتركها وانسى حالي، بدي اضلني واقفة عليها وتقليب مستمر زي ما انا مبين معنا. تمام، ايدي معاها ما بتركها خالص، بضلني احرك فيها بشكل مستمر. ان شاء الله يكون واضح معنا. شايفين كيف انا بنزلها بالزيت وبقلب فيها، بنزلها وبقلب فيها. يا ريت ما تنسوا تشتركوا في قناتي وتفعلوا زر الجرس، وما تنسونا من تعليقاتكم الحلوة، واي استفسار انا جاهزة له في التعليقات. هنا في عندي القطر بارد، ضروري القطر هنا يكون بارد، اياك يكون القطر سخن. حجيب العوامة سخنة والقطر بارد، حضيف العوامة السخنة على القطر البارد. تمام هيك، حضلني اقلب فيهم بشكل مستمر زي ما قلت لكم. وهلقيت حشيلها وححطها على القطر. هاي القطر عندي بارد، حضيفها على القطر. شوفوا ما احلى لونها، لونها ذهبي رائع جدا. بتمنى انكم كلكم تجربوها وتدعوا لي. طبعا حاقلي انا باقي الكمية ان شاء الله كلها لوحدي وحفرجيكم النتيجة. شايفين ما احلى لونها. هلقيت حقلبها كتير منيح في القطر، ما تطولي عليها في القطر، دقيقة بس، مجرد انك تحركيها في القطر وتقلبيها في القطر وبتشيليها وبتحطيها في صحن عندك على جنب. تمام هيك، هلقيت انا حصفيهم وححطهم في صحن التقديم ان شاء الله. تمام، هيني انا هنا معي شكلها رائع جدا. هاي هنا بعد ما خلصت كل الكمية طلعت معي بهذه النتيجة. بتمنى وصفتنا لليوم تكون نالت إعجابكم وكلكم تطبقوها وتجربوها، وصحتين وألف عافية على قلوبكم.